Amora, where are you? I'm here. What's your name? Amor. How old are you? 2 years. 2 years? برافو عمورة. يلا عد 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20. برافو. يلا قول باي قول باي. مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ جينا لكم فيديو جديد، وحكي جديد. حكي جديد. اليوم ما عنا أي موضوع ولا عنا أي فكرة ولا بدنا نعمل أي تحدي. اليوم حبينا نعرفكم عن حالنا، حبينا نسولف مع بعض. كيف تعرفنا على كيف بعض؟ تعرفنا على بعض. كم سنة صرنا متزوجين؟ كم سنة صرنا متزوجين، ومن هالأسئلة يعني ليش عم يعيد الحكي وراك يعني؟ ببخ. عن جد. المهم أنا اسمي عبد الرحمن. وأنا اسمي حياة. بالله. أنا سوري من حمص. وأنا من المغرب من الرباط. عن جد. المهم أنت عمرك كم؟ أنا عمري 25 سنة. وأنا عمري 19 سنة. لا بصراحة أنا عمري 26 سنة. وبصراحة أنا عمري 15 سنة. ماما. ما طول شاء ما الله. أنت عم تكذب. طيب أنا عمري 29 سنة. وأنا عمري 20 سنة. طول ما أنا أنت عمري عم- 30 سنة، ما وأنا بزيد عمري سنة. 32 سنة، والله ما بزيد سنة. هو 32. 30 سنة وأنا 32 سنة. أنت 33 سنة. لا 32 بشهر 33. 12. بشهر 12 بعد شهرين ان شاء الله راح يكون عيد ميلادي. راح يعمل لي عيد ميلاد كتير كبير، راح يجيب لي هدايا كتير كبير، يستنونا. مين ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام. إيه. راح يطلع اجازه. اصلا يوم على فكره حياة يوم عيد ميلادها الامارات كلها بتحتفل بعيد ميلادها، مش ايه لانه بس عيد أنا. الاتحاد. لانه بيكون عيد الاتحاد. بالضبط. اليوم الوطني للامارات، فالامارات كلها بتحتفل بعيد ميلاد بنفس حياة. اليوم بالضبط. طيب راح تقولوا كيف انت عمرك 32 وهو عمره 30؟ يعني فكرة عادي انه أنا- كيف يعني تتزوج واحدة اصغر منك، اكبر منك سوري، وانت كيف تتزوجي واحد اصغر منك؟ بالنسبة الي تزوجت واحد اصغر مني، ليش؟ لحتى ربيه على ايدي. بالنسبة الي. وانت ليه تزوجت واحدة اكبر منك؟ حتى تربيني على ايدها. بالضبط، معناته كان هذا شيء مشترك بيناتنا. لا انا بالنسبه لي ما كثير بدقق على موضوع العمر ولا حتى الجنسيه ولا اي شيء. انا بالنسبه لي حبيت وحده، شفتها مناسبه لإلي، مناسبه لحياتي، اسلوب حياتها مناسب لاسلوب حياتي. بالضبط. ما في ما يعني ما بحس انه في عوائق. يعني صحيح في بيناتنا فرق 6-7 سنين، بس عادي يعني ما كتير. كم سنة؟ 32. سنتين عفوا. عفوا. لا انا من مواليد 1986 شهر 12 يوم 1. وانا من مواليد 1900 صراحة 1993. لا الصراحة 92. صراحة 88. خلاص هذا صراحة عم نحكي. خلص 1988 21 6. 6 بالضبط، معناته فرق سنة وشوي كمان، مو حتى ونص. سنتين. سنة ونص. فمثل ما قال انه الفكرة هي مش انه كبيرة بالسن او كبير بالسن او العكس، صحيح. هي الفكرة انه التقينا مع بعض، تعرفنا على بعض، حسينا انه في اشياء بتكملنا مع بعض، وحبينا انه نكمل نص الدين مثل ما بيقولوا. سوري. ونكفي الحياة مع بعض، والحمد لله لهلا صرنا متزوجين داخلين بال4 سنين بإذن الله، وإن شاء الله العمر كله. ان شاء الله. أنا عملت لك عقد وفاة مش عقد زواج. حكمت عليك بالإعدام. طيب
هلا شو اسمه، كيف تعرفنا على بعض؟ انا كنت مديرة لحياة بالشغل. نحن كنا نشتغل مع بعض بنفس الشركة. بالضبط. انا اللي وظفتها لحياة، بالضبط. وبعدين هي اللي وظفتني. هو وظفني كشغل، انا وظفته انا وظفتها بالشركة، هي وظفتني زوجة مدى الحياة. حتى غير قابلة للاستقالة. حبيت اني ارجع له الجميل، فكان الجميل هذا رد للجميل، غير هيك ما في رد ثاني يعني للجميل. شكرا. ضلينا 3 سنين اصدقاء. شفت كل انواع الاستغلال العاطفي، الاستغلال المادي، الاستغلال المعنوي. طيب ضلينا مع بعض 3 سنين كأصدقاء، وبالسنة الرابعة قررنا أن نرتبط. طبعا كيف قررنا أن نرتبط؟ كنت داخل نحكي لهم القصة من لما كنا قاعدين بالقهوة، من لما كنا قاعدين بالكوفي لحد ما اكيد نحن اليوم ما عرضتي علي الزواج. كنا عرضت عليك الزواج. هزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني. ما كنا قاعدين والله بالقهوة. بعتقد شي شخص ثاني مو انا. لا نحن كنا قاعدين بالقهوة وبعدين عرضتي علي مش قهوة، هو مطعم صح؟ كوفي تبع هيك دبي؟ قهوة. لا قهوة عادية. اوكي. ماما أنا كان وزني لما قررت إني أتزوج حياة كان وزني 120 كيلو. عمو واو نايس عمورة، عمورة يلا تعال. نايس. بدك تيجي تقعد؟ فأنا كان وزني قبل ما نتزوج 120 كيلو. بيوم من الأيام قررت إني أتزوج لحياة. عزمت على فنجان قهوة، رحنا قعدنا بمكان وقلت لها تتزوجيني. ما بنسى بحياتي النظرة اللي طلعت فيني. عملت لي 120 كيلو. عملت انتوا لي قولوا شو هيك عملت شو لي. الجواب. قلت لي أنا ما بتخيل حالي يكون معك بحياتنا. هاي صدقوني يا جماعة، صدقوني هاي الكلمة غيرت مجرى حياتي. صح. هاي الكلمة قسما بالله غيرتني، يعني خلتني قرر بهالحياة اني اتغير. فعلا. قلت لها مو مشكلة. تركتها، لا وديتك على البيت وطلعت. على فكرة بين قوسين نحن كنا أصدقاء فعلا، نحن صداقتنا كانت 3 سنين فقط. أوكي، بس فعلا للأمانة كانت صداقتنا كتير حلوة وقوية وكتير قراب من بعض. كتير قراب من بعض، وصداقة كتير حلوة. شفتي هذا الصديق أو هاي الصديقة اللي بتخبريه أو بتخبرك اي شيء عن تفاصيل حياتها او اي شيء هي عايشته، والعكس صحيح. هيك كانت علاقتنا، يعني البيست فريند الحقيقي. وديتها على البيت وطلعت. انا بتذكر كتير منيح قطعتها لحياة قطيعة نهائية. يعني وصلنا لمرحلة انا وحياة بالمكتب وبرات المكتب ما بنحكي مع بعض، مرحبا. ما في. حتى بتذكر مرة كان في عنا على فكرة هو كان محاربني مو انا. كان في عنا اجتماع بالفجيرة. طلعنا من ابو ظبي على الفجيرة الساعة 6 الصبح. رجعنا على ابو ظبي الساعة تقريبا 6 المساء او 7 المساء. والله روحها رجعة ما حكيت معاها كلمة. ولا كلمة. يعني اطلعوا يا جماعة يعني قد ايه هو انسان قاسي. لا انا مش قاسي. انا لا، لا مش قاسي. انا قررت انه ما ارجع احكي معك الا فرجيك انه هذا البني ادم يلي ما بتتخيلي انك تكوني معه كيف رح يصير وقت اللي بده يتغير. تمام. خلال 3 اشهر 90 يوم تماما. بالضبط.
وزني من 120 كيلو او 118 كيلو تحديدا، من 118 كيلو ل 82 كيلو. نزلت تقريبا 35 كيلو ب 90 يوم. صح بالضبط يا جماعه والله. رح نحط لكم حتى- صورة قبل وصورة بعد، رح نحط لكم اياها بالفيديو لحتى تشوفها، صورة عبد الرحمن قبل اللي هي حاليا. لا هلا يعني- هلا انا رجعت صحيت صح. انصحت، بس ما انصحت يعني، انا لساتني بحدود ال 102 يمكن. بس رح نحط لكم الصورة انه كيف كان قبل وكيف صار بعد ما صار النقاش بيني وبينه وقرر انه هو ينحف. بس فعلا لو ما انا حكيت لك هذا الكلام بالنهاية أنا- لفائدتك لمصلحتك. انا ب 90 يوم معناته شكراً انا لإلي. ب 90 يوم إيه؟ نزلت 35 كيلو، نزلت 35 كيلو. تغيرت، كل حياتي تغيرت، كل اسلوب حياتي تغير. اوكي، وبعد 90 يوم، وبعد 90 يوم او بعد 3 اشهر يعني تقريبا بيجيني مسج من حياة، كنت انا بدي اطلع انا وياها اجتماع بالشغل على دبي. صح. فبيجيني مسج منها، لانه هي بتعرف اصلا انه انا بالاجتماع ما بلبس لا أبداً. ما بلبس الا بدلات، فعم تتحشر فيني، تبعت لي انه لا تنسى تلبس بدله عنا اجتماع. فانا قلت لها اوكي. سبحان الله، يعني انا تصوروا من ال 118 لل 81 انا ما عاد عندي اي شيء البسه، رحت غيرت خزانتي أبداً. كامله. جبت قبل بيوم اشتريت بدلة جديدة، لما لبستها انا انصدمت انه مين ده، مين ده، كان احساس غريب. فانا وعم بلبس البدلة وصلني المسج منها، فما رديت عليها. وصلت على المكتب، كانوا بالمكتب متراهنين انه انا ما راح اجي ببدلة. فلما دقيت الباب ودخلت، ما بنسى كيف شوفوا كل- الصدمة كيف. كل اللي بالمكتب انصدم، حتى في تنتين منهم، في بنات تنتين ما عاد يقدروا يوقفوا ضحك. صدقوني ما عاد يقدروا يوقفوا ضحك. لا عن جد كتير 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 تغير. مستحيل اوصف لكم، بس لما تشوفوا انتوا الصورة عن جد انتوا رح تنصدموا، انا متأكدة. المهم طلعنا على الاجتماع، كمان ما حكيت مع حياة ولا كلمة، ولا كلمة. حتى هي عادة بتسألني عن الأشياء اللي تعملها، كانت محصلة شغل تاني عم تسألني إنه انتقل عليه ولا لا. أنا عادة كنت وقف جنبها أنصحها لمدة 3 سنين. عم اقول لكم كان بيست فريند حقيقي. كان جوابي، كان كلمة جوابي حكي- أنت حرة. آه. أنت حرة، اللي بدك إياه بتعملي، أنا ما خصني. صح. ف- كان بيجاكرني يعني، بس على فكرة كان من جواته عكس الحكي اللي عم يحكيه تماما، بس كان عم يجاكرني يعني تاني لأنه يوم نحفان. الاجتماع تاني يوم الاجتماع بيوصلني منها مسج. إيه. شو مكتوب فيه؟ ليكو عم تنقذني انه لا تقول. والله العظيم نقذتني انه لا تقول. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré. لا بدي اقول، تاني يوم الاجتماع وصلني منها مسج، قالت لي فيه انا اسفة، إيه طبعاً. انا خسرتك، وفعلا حابة جرب نكون مع بعض. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ ب90 يوم تغيرت المقولة من ما بتخيل اني يكون معك لحابة اجرب انه اني اذا بتزبط علاقة الزواج بيناتنا يعني ولا لا. هون لما قرأت المسج. ما صدق لا صدقت، لا صدقت، لا انت كمان لا لا تغرقني. صدقيني صدقت، لا ما صدقت، صدق. وبعرف كتير منيح انا بوقتها كنت لا. واصل لمرحلة من الثقة بالنفس. نعم، إنها المخدرات. بس على فكرة لما نزل وزني فعلا زادت الثقة بالنفس 1000، لأنه خلاص يعني إنه الشيء اللي كان مضايقني ومحسسني إنه أنا غلط صح
صح. تصلح. صح. فالحمد لله رب العالمين. حبيت اعطيها فرصة لتحس بس بإيه كمان يعني الشيء. ما صدق انه انا احكي هذا الموضوع، لانه مجرد انا ما بعت له هذا المسج قام قال اوكي. لا معناته شو؟ لا ما قلت اوكي. لا، انا أكيد. قلت لها قلت أوكي، نجرب. لا انا قلت لك راح اعطيكي فرصة بس هاي تأكدي انها راح تكون الفرصة الأخيرة. ايه بس المهم لا. انك حكيت. ايه لانه اذا هالمرة ما استغليتي الفرصة اللي اعطيك اياها، عادي انا بروح بدور على اي حدا تاني. جرايه يا خايب يا هلا، واد يا خايب انت. ده بعد. بعد شهر انكتب كتابنا، بعد شهر ونص او تزوجنا. شهر و10 ايام صار تزوجنا. العرس. عملنا عرس على فكرة. عرس على الضيق يعني. خطوبتنا وعرسنا كان كله على الضيق وكله يعني بس اهلي وهي أهله. حتى وأنا لا لأنه أنا أهلي يعني مو بالإمارات نهائيا، وكان صعب إنه يجوا، كان وقتها الوضع شوي صعب إنه هن يجوا. أوكي، لهيك صار العرس بس هيك مع العيلة والأصحاب والأصدقاء. وتزوجنا ضلينا 9 شهور، وبعد 9 شهور إجا عمورة. لا بعد 9 شهور حبلتي، بعد سنة ونص صح، اجى صح، عمورة. صح. وهلا عمورة صار له سنتين وشهر. سنتين وشهر شهر تقريبا بالضبط. ايه ايه. تعال عمورة. احلى شيء صار بهالدنيا عمورة. ايه والله. حبينا نشارككم هالحديث. بتمنى ما نكون تقلنا عليكم. كونوا خفاف على قلوبكم. وباي. لا تنسوا لايك، شير، سبسكرايب. المهم انه مشارك قول معنا. مرحبا. مشارك معنا قول بالالوان. مرحبا. قول مرحبا. قول مرحبا. قول مرحبا. هو معانا بس عينه على التلفزيون عم يتفرج على ماشا، فمش موجود. يلا 1 2 3. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وفيديو مميز كتير اليوم راح نحكي لكم قصة صغيرة. قصة بالنسبة لنا هي صغيرة بس بالنسبة لنا كتير كبيرة يعني. ايه القصة راح تكون تحمل كتير مشاعر، كتير ذكريات، وهي عبارة عن البداية الحقيقية تعارفنا وزواجنا وإنجاب هذا الحلو يلي عامل حاله ما شايفنا اليوم. مشغول. فيا جماعة نحن 12/2/2016 هو تاريخ خطوبتنا بالضبط. بس كيف خطبنا وشو المفاجأة اللي عملت لها اياها. أيوة. اوكي. والاحلى من هيك ليش 12/2 مش 14/2؟ مش ليش مش يوم عيد الحب، على الرغم انه كان فرق يومين بس، ليش ما استنينا ليوم عيد الحب مثلا؟ طيب بتاريخ تعال نحكيه على شكل قصة. يلا. بعد ما هي قصة فعلا يعني. بعد ما وافقت حياة من الزواج فيني. I want my. هو انت بتتكلم ازاي؟ بعد ما قال لي انه بده يتزوجني وانا وافقت، شو اللي صار؟ بعد ما طلبت ايدها ووافقت على الزواج ب 15 يوم تقريبا. كان في الفالنتين والناس كلها عم تجهز للفالنتين، بس كانت مشكلة الفالنتين انه بيجي يوم سبت. بالضبط. فلانه يوم سبت انتم بتعرفوا الامارات بيكون الدوام فيها السبت، فالاجازة الخميس. مشان هيك معظم المطاعم الشركات الخاصة بيكون دوامها السبت يعني مو مشان هيك معظم المطاعم والحفلات وهذا عملت بهديك السنة سهرة الفالنتين ب 12 مش ب 14 بالضبط. مشان هيك نحن قررنا انه نعمل، او بالاحرى انا اللي قررت. هو اللي قرر اكيد. انا اللي قررت. انا تفاجأت، فكانت مفاجأة يعني. انه تكون حفلة خطوبتنا بتاريخ 12/2. وعلى هذا الاساس اتصلت بحياة وعزمت على السهرة على اساس انه سهرة عادية. نحن بأبو ظبي نطلع على دبي نسهر سهرة عادية. يكون في مطاعم عاملين سهرات، ناس بتغني واجواء كتير حلوة. في مطعم إلنا بالويك اند بنطلع. ايوه.
فوافقت، انا اخذت الموافقه منها مباشره. اتصلت بالمطعم، الشباب اللي بيشتغلوا بالمطعم كلهم اصحابي، اتصلت فيهم قلت لهم اليوم بدي اخطب البنات اللي بحبها وجهزوا لي طاولة الاجواء وكل شيء. كلياتها. الجماعه تعاونوا معي كثير بصراحه، جهزوا لي احلى طاوله بالمطعم، وخبروا المطرب انه وقت اللي بنعطيه الاشاره راح يغني لنا وشو اسمه ونلبس المحابس. بنفس الوقت انا اتصلت عندي بصديقي وطلعت انا وياه على سوق الذهب، اشترينا المحابس اللي هو هذا اصلا، بس لانه مع الحمل والتخن بطل يجي. طبعا يا جماعه الخاتم جواته محفور الحرف من اسمه A وحرف من اسمي H وبيناتهم قلب، يعني ما راح يبين على ما اعتقد، ما راح يبين. وفي والخاتم هنا بس ما راح يبين. الخاتم الثاني بطل بطل هو اللي يفوت. حاليا هو لا هو بطل اللي حاليا فايت، لساته فايت ما عم يطلع. بس هذا اللي ما عم يقدر يفوت. ايوه الخاتم. اوكي، فرحنا اشتريناهم واشتريت لحالي خاتم فضة، وقلت لها تجهز حالها على الساعة 9 بدنا نتحرك من أبو ظبي لدبي، وعلى أساس سهرة عادية وأنا طالعة لابسة جينز، وبعتقد إنه وقتها كنت لابسة بادي هيك أسود، فيعني كنت كتير سامبل، فرايحة على أساس إنه سهرة، ما ببالي أبدا إنه رح يخطبني بيوميتها، لأنه على أساس أنا في راسي رح تكون الخطوبة عند أهله وما إلى ذلك، بس المفاجأة شو هي؟ عنده. طبعا هون صارت معنا شغلتين شوي اخرونا. اول شغله صديقي كان يشتغل بابو ظبي وبيته بدبي، فلما خلصنا من ابو ظبي اضطر انه نحن وراجعين يروح على بيته يغير ثيابه ويرجع. بالضبط. فلما راح علق بالزحمه تاخر كثير. واللي يعني عايشين بدبي او بالامارات عامه بيعرفوا شو يعني الازمه بدبي بالويك اند، فتأخر كثير. هاي احدى الاشياء اللي شوي عطلتنا. اوكي، طبعا حياة ما بتعرف شيء، انا حاطط المحابس بجيبتي وطلبنا العشاء وتعشينا وقعدنا، وهذا اجا صاحبي. لا مو بجيبتك، وقتها كنا نحن قاعدين ما بعرف انت بعته، فراح ياسر ورجع. ايوه بعدين انا فت على الحمام بعتقد فاعطاك اياهم. ايوه، ضلوا إيه. معه بالسيارة. صحيح ضلوا معه صح؟ بالسيارة. ايه انا بعدين متذكرة. ايوه قاعدين تعشينا خلصنا عشاء. رجع هو. غمست انا الشباب انه يا شباب يلا هلا بدنا نبدا. ايه بس كيف تعشينا خلصنا عشاء، حطينا العصاير، نحن قاعدين عم نشرب العصير وبده يبلش المغني بعد العشاء، يعني بيغنوا قبل العشاء بعدين بيوقفوا فترة العشاء بنتعشى وبعدين بيكفوا بعد العشاء. فبلشت السهرة مرة ثانية. شو عم يقول المطرب؟ المهم فاجأنا، يعني نحن قاعدين ما لقيت حياة إلا المطرب عم يقول بدنا نبارك لخطوبة عبد الرحمن وحياة، وغنى مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك. وسبحان الله للصدفة كانت الطاولة اللي جنبنا قاعدين عليها مغاربة. بالضبط. ايه بس خليني كفلهم. على فكرة عندنا فيديو يا عيون ماما، كان عندنا فيديو لهاي اللقطة الحلوة والمهمة، بننزلكم يا بعد شوي ان شاء الله. ايه ان شاء الله. فهو قال اول شيء انا قاعدة عم بشرب العصير وعم بحكي انا وياه، فهو يقول خلينا نقول الف مبروك على خطوبة العروسين بعتقد عبد الرحمن وحياة. ولما قال عبد الرحمن جاتني عادية، بس لما قال حياة معناته هذا اسمي هو عبد الرحمن. انا عم بعمل هيك، عم بيعمل لي هيك بايده. ايه انت كيف طلع صح؟ طلع الطاولة اللي مقابلنا ماسكين 3 طاولات ما شاء الله، عائلة كبيرة كتير، فكانوا كلهم مجموعين. فلما شافوني ما بعرف سبحان الله، نحن المغاربة بنحس ببعض، بنعرف انه نحن مغاربة مع بعض، فعم يطلعوا فيني فقالوا لي مغربية، قلت لهم ايه انا مغربية. سلام بلشوا تتذكر بلشوا يصلوا على النبي ويزغرتوا زغرتها مغربية. صراحة كانت مفاجأة، وبنفس الوقت
كانت مفاجآت تستحق يعني رب العالمين كان مظبط فيها كل شيء وميسر فيها كل شيء. وهو عم يغني طلعنا الخواتم هلا عم لبسناهم. تذكر اشعر مدني. لبسناهم، لبسنا الخواتم وطلع الخواتم، قلت له كيف جبت الخواتم وكذا، قال لي انا بعرف. والحمد لله رب العالمين. هاي كانت وحدة من أجمل المفاجآت اللي عملناها. يعني بالضبط. أنا لما بتذكر مستحيل أنسى هذا التاريخ 12/2/2016. 2016 ولا انا اكيد. أوكي، وحتى لهلا لما بنطلع للمطعم الشباب بيتذكروها يعني. ايه هلا المطعم اللي بنروح اللي رحنا عليه وصار فيه هاي المفاجأة وهالاشياء، يعني اوريدي هو كان بيروح زمان من ايام لما كان عايش بدبي، وكانوا الشباب رفقاته بالمطعم وكل شيء، فاصلا كان الجو جو عائلي، كان الجو حلو صراحة، كان شيء كتير مميز. اوكي، واليوم بعد 4 سنين 16 17 18 19 20 اوف دخلنا في 5 سنين ما شاء في الله. السنة الخامسة. نحن بعد- دخلنا بالسنة الخامسة. اوكي، لما دخلنا بعد 5 سنين خطوبة. طبعا 5 سنين خطوبة زواج، لانه بعد شهرين تزوجنا يعني. نحن انخطبنا اليوم، بعديها بشهر شهر تقريبا، شهر ونص شهر تزوجنا. ونص كان الزواج. اوكي، فمشان هيك بعد 5 سنين زواج لما بنقعد نتذكر، خصوصا انه صار في نتيجة لهذا الزواج، واحد هون وواحد واحد هون. بالطريق الله يجيبه على خير جعفر. بقول الحمد لله، الحمد لله انه كان اختياري صح. كانت المفاجأة هي بداية الطريق الحلو والصح بحياتي. مشان هيك كل عام وانت بخير، انت بألف خير وان حبيبي. شاء الله كل سنة، ان شاء الله يا رب العمر كله مع بعض ان شاء الله كل سنة ونحن بخير وسلامة وسعادة يا رب. عشان هيك اليوم لابسين احمر، وان شاء الله السنة الجاي بنكون 4 مو بس 3. يا رب العالمين. أوكي. ويجي لنا على الف خير وتضلك ومنكون وصلنا للمليون ان شاء الله بإذن السنة الله. الجاي. يا مش رب هالايام يا رب نحن بنكون بنتمنى، وصلنا للمليون. نحن نتمنى يا رب. اوكي حبايبي، واذا حبيتوا هذا الفيديو حبينا نشارككم هاي القصة الصغيرة بهذا التاريخ المميز حتى ما نحتفل فيه لحالنا. بالضبط. وطبعا اليوم نحن عندنا احتفال صغير، راح نعمله هيك جلسة رومانسية نستعيد فيها هذيك الذكريات، هذيك الايام الحلوة بالضبط. اللي هي مستمرة لهلا طبعا. بس حبينا كمان نعمل فيديو هيك قصير لحتى نشارككم الفرحة واليوم هذا المميز. عشان هيك لابسين احمر مطقمين، حتى عمورة مطقم. انا اول مرة بحياتي بحط حمرا حمرا، فحاسة بحالي غريبة جدا. بنهاية هذا الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. وإذا كنتوا جداد بالقناة اشتركوا بالقناة وادعمونا، وشكرا شكرا شكرا من كل قلبنا انه وصلنا لل1200 وشي تقريبا. يعني قربنا على 100,000 بإذن الله. باقي 97,800 بدعمكم100,000. واشتراككم على طول هو اللي راح يوصلنا لل100,000. أوكي أتمنى يكونوا حبايبي. الفيديوهات خفيفة على قلبكم، ونحن بنتمنى دائما عم نحاول انه يعني نعمل شيء يسعدكم وبنفس الوقت عم يسعدنا. اوكي باي. باي.